ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان احنا قضينا يوم في شاطئ النخيل على البحر. اخر اليوم بقى قلنا ننزل نقعد في الكافيهات اللي على البحر شوية. زي ما انتوا شايفين الكافيه ده خلاص، طبعا زي ما قلت لكم مفيش ناس كتير، مفيش زحمة كتير، فالدنيا هادية خالص زي ما انتوا شايفين. القعدة هناك حلوة، اي حاجة هتطلبوها تشربوها، اسعار برضو حلوة مقبولة، مش عالية قوي ولا حاجة يعني. فاللي هيروح يقعد هناك هيستمتع بالوقت جدا وهيقضي وقت حلو. لو اخدتوا كمان شقة زي اللي احنا شايفينهم في اي عمارة من اللي قدامكم دول على البحر، وهيبقى قدامكم الكافيهات دي بالليل، هيبقى الصبح قدامكم البحر حاجة جميلة، وبالليل الكافيهات دي قدامكم. وطبعا في كافيهات غير دي تانية كتير او بطول الشاطئ كله، بس احنا كنا قاعدين في اللي قدامكم دي. وفي برضو العاب للاولاد هيروحوا يلعبوا ويتبسطوا فيها، وكل حاجة فاضية زي ما قلتلكوا. في الفيديو اللي جاي هوريكوا الالعاب اللي الاولاد بيلعبوا فيها، هتلاقوها حلوة وبرضو اسعارها رخيصة، مش غالية يعني زي الملاهي وكده، لا اسعارها كلها مقبولة. وطبعا الكافيهات دي كلها بتبقى مشغلة اغاني بالليل بصوت عالي، بس طبعا انا قافلة الصوت علشان الحقوق بتاعة الاغاني زي ما انتوا عارفين. حتى لما روحنا كان في خطوبة تقريبا كانت معمولة هناك، مجموعة كده من الناس كانت واخدة شوية ترابيزات وكراسي وعلى جنب كده، وكانوا عاملين زي خطوبة عائلية كده بسيطة، فكانت حلوة برضو. يعني ممكن حد يروح يبقى عنده مناسبة، يكون من سكان المنطقة هناك ويعمل حاجة زي كده. وبرضو شفت عيد ميلاد كان في برضو في كافيه تاني قبل ده، كان في برضو شوية ترابيزات كده محطوطين وعليهم تورتة والناس قاعدة حواليهم، فهتبقى حلوة والأطفال الصغيرين هيلعبوا، والجو حلو دلوقتي، فأحسن من انك انت تعمليه في البيت يعني. وعموما هي النخيل مش بعيدة، شاطئ النخيل مش بعيد، فممكن الواحد يخطف يوم كده يروح يقضي اليوم في الهدوء ده كله ويرجع تاني، يعني مش محتاجة ساعات كتير عشان توصلوا لها. وياريت اللي راح النخيل قبل كده يقول لنا لما راح كان بينزل في نفس، بيقعد في نفس الكافيه ده ولا واحد تاني احلى منه مثلا، وكان مأجر شقة في الشقق دي اسعارها ايه اللي هي على البحر على طول، علشان في الصيف نفسه بتبقى الاسعار عالية، انما اول ما خلاص موسم المدارس يشتغل والدنيا تفضل زي ما انتوا شايفين كده، فاسعار الشقق دي كلها بتبقى رخيصة للي عايز يروح. بس طبعا ما فيش ناس كتير بتروح عشان خلاص اللي صيف صيف واللي رجع جامعته واللي رجع المدارس بتاعته، فبتبقى الدنيا هادية زي ما انا قلتلكوا كده، والاسعار برضو بتبقى رخيصة. بس اللي عرفته برضو ان الكافيهات دي كلها ما بتبقاش شغالة طول الشتاء، بيبقى فيه كافيه او اتنين او تلاتة على الشط هما اللي شغالين، والباقي كله بيقفل لان زي ما قلتلكوا ما بيبقاش فيه ناس كتير. كده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم على طول. باي باي.